النادي الاهلي كسب الجونه 3-0. تعال بقى نشوف الكابتن رضا على راي اسلام مهدي هيقول ايه بعد فوز الاهلي على الجونه 3-0. ركز معاه في الفيديو ده. انما ككوره بقى يعني عشان نتمتع وعشان انت داخل على بطوله افريقيا وماتش هيبقى صعب جدا، ومن دلوقتي لازم كولر يجهز الناس دي. انا حاسس كده ان في يعني مش قادر يسيطر، واللي هيقول لي غير كده يبقى ده مضلل، يبقى ده كذاب. يعني مثلا كهربا لما نزل، هو مين اول واحد بيشوط ضربه جزاء؟ علي معلول في الملعب. كهربا لما ياخد الكرة ويشوطها هيشوطها عافيه، محدش يقدر يفتح بقه عافيه، وده حقه، لان انت بتلعب عليه ناس ما تلعبش. اسامه ابو علي فايق وزي الفل بس انت لا، لازم تدي لده زي ما كنت بتدي لده، ادي لده زي ما انت بتدي المودست النهارده وبتجامله. لا ما ينفعش، ما ينفعش بصراحه يعني. فالنهارده شاط يا كابتن رضا يعني احنا كسبانين 2-0 فبندي للعيبه 10 دقايق 20 دقيقه زي ما يكون بتدي كهربا ضربه الجزاء وعلي معلول بيتنزل له عنها عشان خاطر يدي الراجل دفعه معنويه. اتعلم مننا يا كابتن رضا، اتعلم مننا. ضربه الجزاء عافيه، وحد عافيه. يقدر يفتح بقه؟ ما حدش هيقدر يفتح بقه. دي رقم واحد. رقم اتنين، بيرسي تو طالع، وطبعا هنا بقى المخرج مرضيش يجيب الكاميرا عليه. ليه؟ لان عارف اكيد هيعمل حركه، فلو عمل حركه هتبان لمصر كلها. واكيد عمل حركه لان بره وهو خارج اول ما لقى نفسه ان هو التغيير، بعد كده المخرج قام جايب لنا الراجل اللي واقف بره على اللي هو نازل على الخط، واخد بالك؟ فدي لعبه المخرجين. فاكرين لما كنت بتكلم بقول لك لعبه المخرجين؟ انما لو نادي تاني هتبص تلاقيه مسلط الكاميرا عليه لغايه ما يخش اوضه اللبس عشان يستنى اي حاجه عشان يبرزها ويبينها للناس. فبرضه تغيير النهارده بيرسي تاو وحش ومش فايق، بس وهو خارج مش عاجبه ان هو خارج. فده اللي يدل ان في خلق. وهنا ما تقوليش خالد بيبو. الكابتن رضا عايز اللاعب وهو خارج من الملعب متغير يرقص على الملعب او يرقص على الخط او يعمل ايه يعني يا كابتن رضا؟ يعني انت خارج من الملعب اكيد لازم تكون زعلان، اكيد لازم تكون مشدود، يعني ده لو انا بلعب في خماسي في دوره رمضانيه بنبقى متضايقين ان انت خارج من الملعب او عشان متغير. فمتخيل بقى انك بتلعب في النادي الاهلي يا كابتن رضا، يا كابتن رضا. ما تقوليش خالد بيبو ده اللي العلاقه اللي بين المدرب واللعيب. خالد بيبو ما الا بقى لما هو يخرج عن النص يبقى خالد بيبو بيتدخل. ماشي. ازاي بقى؟ ان هو مثلا عمل اشاره، عمل بتاع، فهنا دور خالد بيبو ان هو يبدا يوقع عليه العقوبه، واخد بالك؟ انتوا وقعتوا العقوبه المره اللي فاتت على قفشه، طب النهارده فين قفشه؟ خلاص انت عاقبت الماتش اللي فات وطلعته بره التشكيل. طب النهارده، طب ما في لعيبه عملت كده واسوأ من كده، يعني عملت يعني على الاقل قفشه اتكلم، لا شوح ولا شفناه بيشوح ولا عمل حركه ولا ضرب الثلاجه بتاعت الميه ولا رمى الازازه ولا الكلام ده، ولا اتخانق مع المدرب ووقف له. جماعة عمركم ما شفتوا بره اي حد وهو خارج بيبقى مثلا بيخبط ازازة المية في الارض بيطلع زعلان بيخبط تلاجة المية؟ دي بروين نفسه عمل كده. ويعني انا عايز اقول لك ان جوارديولا نفسه كان بيواسي اللعيبة عشان خاطر بيخرجوا زعلانين. ده طبيعي، ده لو هو ما خرجش زعلان يبقى بارد ويبقى ملوش لازمة في الملعب كمان. وجه لوجه، وفي ناس اتدخلت ولحقت قبل ما كان يمد ايده على المدرب. لا 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 لا. ورغم كده بيرجع يلعب عادي. قفشه بقى عشان يتكلم مع الراجل طلعه. خلي بالك دي نوايا مش كويسه، وهتيجي في ماتش هتقلب عليه الدنيا، هيخسروا. ويا رب ما يكون بطوله افريقيا يعني، ويا رب ما يكونش الماتش ده في بطوله افريقيا، عشان لان هتبقى صعبه قوي يعني. انما تبقى في ماتش في الدوري تلحق نفسك، في ماتش مش عارف ايه تلحق نفسك. انتوا الاول متخيلين هو قال ايه؟ بيقول لك الناس بتلحقه قبل ما يمد ايده على المدرب. يا نهار ابيض يا كابتن رضا، هي معقوله يا كابتن رضا؟ انت اكيد كنت بتمد ايدك على المدربين بقى. لا هي ما وصلتش لكده يا كابتن رضا. هو اخره يرمي ازازه ميه، اخره يشوطها بالرجل، يشوط مثلا ثلاجه الميه. ده عصبيه عشان خارج ان هو زعلان من الملعب، وده طبيعي وموجود في اي حته عشان تكون في الصوره. لكن انك تتجاوز او تعمل حركه كده او مشينه او بتاع بينزل عليك عقوبه. مش عقوبه انك استبعدك من الماتشات، الاستبعاد ده بيبقى استبعاد فني نظرا لرؤيه المدير الفني. انما انك تتكلم عن عقوبه، فعمرو السوليه لما زعل قبل كده وطلع خبط ومش عارف ايه خد عقوبه ونزل نفس الماتش.
استبعاد الفني حاجه والاستبعاد العقوبه حاجه. العقوبه بتبقى ماديه، انما العقوبه ما بتبقاش استبعاد فني خالص. ركز في الكلام يا كابتن رضا وما تحاولش توقع النادي الاهلي. وده كان رده بعد ما فوز النادي الاهلي على الجونه 3-0. تخيلوا انت كسبان 3-0 وطالع بيقول مشاكل. يعني انت لما تكون كسبان المفروض ان انا طالع بشيد بيك بقول لك كويس، اداء كويس، كسبت وسجلت وقدرت تفك التكتل بتاع علاء عبعال انما هو ما قالش اي حاجه من دي. عامل فيديو 8 دقايق في 5 دقايق بيتكلموا عن مشاكل للنادي الاهلي. شكرا لكل الناس. اتمنى الناس تدعم الفيديوهات دي بلايك عشان الكلام ده مهم جدا يوصل لناس كتير ويعرف حقيقه الكلام اللي الكابتن رضا عبد العال بيقوله. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.